ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. معاكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويدوس زر اللايك ويضغط على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. النهارده هنعمل مكرونه وبيض وسلطه، اكله شعبيه جدا واكله بسيطه جدا جدا. اكيد يعني مش جاي اعلمكم ازاي تعملوا مكرونه وبيض وسلطه. بس انا حبيت افتح واصور فيديو معاكم واقول كلمتين كده افضفض يعني معاكم بيهم. لعل اي حد يعني يسمع اي حاجة مني تعجبه يعني ان شاء الله يعني. فانا هنا حطيت مية الاول على النار عشان اسلق المكرونة. بكلمكم يا جماعة عن الجلابية اللي انا لابساها. لا، قبل ما اكلمكم عن الجلابية، انا وانا بصور كده مش النور قطع بقى، لا ده النور قطع في المطبخ بس. ازاي مش عارفة والله العظيم. كأن حصل قفلة في المطبخ يعني، كأن حصل قفلة في المطبخ، كأن هنا حصل قفلة في المطبخ يا جماعة. فانا كملت تصوير عادي بقى يعني، انا فتحت الفيديو خلاص. معرفش ايه اللي حصل في المطبخ، بس النور شغال في بقية الشقة يعني. هنا بكلمكم عن الجلابية الفلاحي. طبعا مش هعلمكم تعملوا ازاي مكرونة وسلطة يعني وبيض، بس انا حبيت افضفض معاكم زي ما قلت لكم. بكلمكم عن الجلابية اللي انا لابساها دي يا جماعة. اسمها الجلابية الفلاحي او الجلابية العمراوي. بنفصلها هنا في بلدنا، هي شبه الدريسات، مريحة جدا، بحبها قوي قوي. النوع اللي انا لابساه ده اسمه كريب، غالي مش رخيص برضو يعني، مش حاجة رخيصة يعني. هي ممكن تتكلف كلها 500 600 جنيه في دلوقتي. تمن دريس عادي يعني، تمن الدريس العادي. فهي مريحة وانا بحب البسهم قوي. في البلد برضو اللي احنا فيها هنا في الارياف عموما، في جنبنا وحوالينا، اما يحبوا يروحوا الافراح، الناس اللي مش بتحب تلبس فساتين سواريه بتلبس جلابيات سواريه شبه دي بالظبط كده، بس قماش سواريه بقى بيعدي 3000 جنيه. تبقى القماشة نفسها ب2000 أو ب2000 ونص، وتفصيلها بيبقى ب500 أو 700 جنيه، وبتبقى قمر قمر قمر. بتبقى حلوة، مش حاجة وحشة يعني، وحاجة والله قيمة. أنا بشوفها قيمة يعني. أنا لو بره هقول رأيي فيها، لا أنا كمان بلبسها وبقول رأيي فيها إن هي حلوة جدا ومريحة جدا وشيك وكل حاجة. بس أنا ما بروحش بيها مدن يعني، ما بروحش بيها مشوار بعيد، مع إن في ناس بتروح. بس أنا لا، أنا بلبسها هنا بس حوالينا وجنبنا. ما ينفعش أروح بيها مدينة، الناس بتستغربها وكده يعني. آه فتحت الفيديو عشان اقول معاكم كلمتين كده يعني، لعل وعسى اي حد يلقط كلمة تعجبه وتبقى في ميزان حسنات ان شاء الله يعني. مش طالعين نطبخ يا جماعة، انا طالعة فضفض كده وارغي معاكم، جوايا كبت هطلعه معاكم. ازاي الناس يا جماعة تبقى قوية الشخصية او عندها ثقة بالنفس؟ انا مش بعلمكم لا سمح الله، ومش بقول لكم، بس عن تجارب في حياتي. والله انا عندي تجارب في حياتي وعندي حاجات والله العظيم ما شافهاش ناس عندهم 60 سنة، والحمد لله اللهم لك الحمد، والله راضية، راضية جدا يا جماعة. الحمد لله رب العالمين. بس عن تجربة يعني. ازاي الناس تبقى عندها شوية ثقة في نفسها كده، وازاي تبقى عندها تبقى قوية الشخصية. مش في كل الاوقات يا جماعة، في ناس بتتطلب ان انت تبقى قدامهم كده قوي الشخصية وعندك ثقة في نفسك. عموما الحياة عايزة كده. اول حاجه اعملها ايه يعني؟ ان انا ما اهتمش ابدا لراي الناس فيا. اوعى تهتم لراي الناس فيك، لو اهتميت لراي الناس فيك ده بدايه الفشل. سواء كان رايهم حلو او وحش، حتى لو حلو حتى لو حلو، ما انت هتفضل بقى لو انت اهتميت هتفضل تاخد قوتك منه بقى وثقتك منه على طول. انما لو انا ما اهتمتش، انا اللي هعمل ثقتي بنفسي، انا اللي هيبقى شخصيتي قويه لنفسي، محدش بيعلمها لي، محدش بستمد قوتي من حد. انا لحالي كده قوي الشخصيه، عندي ثقه بنفسي. فانا اول حاجه ما اهتمش لراي الناس فيا. طب انتي يعني انتي بتهتميش لراي الناس؟ ده انتي بتعملي الناس يعني اللي هي. لا، انا كنت زمان بهتم جدا لراي الناس، وكنت بزعل وبتاثر لما حد يقول عني كلمه مش كويسه، او يبقى وجهه نظره مش كويسه فيا. لا كنت بزعل قوي وبتاثر قوي، يمكن اعيط كمان. بس دلوقتي والله مستحيل، الحمد لله رب العالمين ان انا بتعلم، وبتعلم بسرعة كمان. الحياة بتعلمني، الدروس اللي انا خدتها في حياتي علمتني ان انا بس مش انا يعني، مش انانية. لا، يعني الناس اللي حوالينا اللي بتدينا طاقات سلبية، وعند كل الناس مش عند انا لوحدي، اكيد اللي هيسمعني يبقى عارف. لا، ما اهتمش لرأي حد فيا.
الا ابويا وامي بس، الا وجوزي بس، انما راي الناس اللي حوالينا في حياتنا، الافاعي اللي حوالينا انا ما اهتمش لرايهم. طب انتوا شايفيني وحشه انا وحشه، شايفيني حلو انا حلو. سيب اللي يحبك يحبك واللي يكرهك يكرهك. يمكن انا زمان كنت بروح اخلي الناس ترضى عني، ودي حاجه فاشله، ودي حاجه قمه بصراحه السذاجه، قمه السذاجه ان انا اروح اسعى ان حد يرضى عني او يغير وجهه نظره فيا من وحش لحاله. لا يا حبيبي، شوفني وحش وحش، انا وحشه وانت حلو، انا فيا العبر وانت ما شاء الله عليك ملاك. ايوه بالظبط، والله العظيم دي قمه السلام النفسي، حسوها كده. تجاهلوا يا جماعه، تجاهلوا قوي قوي الناس دي. اوعى تروح تغير وجهة نظر حد فيك، اوعى اوعى تسعى لكده. سيب اللي يشوفك وحش وحش، اللي يشوفك حلو يشوفك حلو. تجاهل. انا هنا كنت بكلمكم في الموضوع ده، كنت عايزه اكلمكم فيه. تجاهل تماما. يبقى اول حاجه ما اهتمش لرأي الناس فيا، تاني حاجه اتجاهل تماما تماما. خليك متجاهل كده، هتبقى بص برنس في نفسك والله، وبرنسيسه في نفسك. فانا هنا كنت بكلمكم بقول لكم عشان اللي هيسعى انه يرضى حد، ارضاء الناس غايه لا تدرك. مهما ترضي الناس مش هيرضوا عنك، والله ما هيرضوا عنك. عيش حياتك لنفسك، لعيالك، لشغلك، تهتمش لحد. لو حطيت الناس في دماغك مش هتنجح. لو انت ماشي في حاجه في طريق والله ما هتنجح ومش هتكمل. اوعى تهتم لرأي الناس يا جماعه، دي عن تجربه. محدش يقول لي انت بتدي درس، انا دي تجربه في حياتي. كنت بعمل كذا وبقيت اعمل كذا، بقيت اعمل عكسها الحمد لله. حتى الخصام او الاختلاف، انا كنت زمان ممكن اغلط او اعمل اروح اصالح اللي حواليا. دلوقتي لا، ما الحمد لله الحمد لله. مش بقول لكم انا ملاك وما بغلطش، بس خلاص بقى تجاهل. انا غلطت انت غلطت، انا خلاص ماشي، مش هصالح حد. انا مستحيل اروح اصالح حد يعني غريب عني او كده، مستحيل. خلاص احنا اختلفنا، انا رضيتك مرة واتنين، مش هرضيك التالتة. يا رب نقعد العمر كله كده، والله ما هرضيك. هتجاهلك، هشوفك كأني مش شايفك. الحمد لله يعني. انا هنا كنت بخلص اهو يا جماعة. يا رب تكونوا استفدت اي حاجة من اللي انا رغيته ده، الرغي الكتير ده. ما تهتمش لرأي حد، ما تحاولش ترضي الناس على حسابك. بس ما تسعاش انك تغير وجهة نظر حد فيك. هتبقى قوي شخصية، عندك ثقة بنفسك جدا. خليك ماشي في حياتك هتنجح. ما تبصش وراك، ما تبصش لكلام حد. سيب اللي يكرهك يكرهك، وسيب اللي يحبك يحبك. احنا مش هنغير وجهة نظر تكون فينا يعني. دلوقتي بوريكم انا خلصت اهوت الحمد لله. استمتعوا بحياتكم، واستمتعوا بالمنظر اللي قدامي ده معايا كده يا جماعة، وسيبوا الحياة تمشي زي ما تمشي. شوفوني في فيديو جديد. مع